السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي وبصحة جيدة. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة. إلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة فضلا وليس أمرا تشتركوا في القناة أكيد إلا عجبكم المحتوى، وتخليوا لي إعجاب للفيديو أكيد إلا عجبكم الفيديو. اليوم غادي نشارك معكم تجربتي مع هاد الهشوار، خصوصا الهشوار ديال الزاج. فهاد الهشوار خديتها انا يعني من اماكن معروفه، وخديتها بثمن غالي، وهي كاليتي زوينه وكطحن زوين وزوينه يعني مشكوره. والمشكل اللي انا ما كنتش راده مع البال ان هاد الهشوار درت لي كارثه، وانا ما رداش معها البال. يعني استعملتها لمره واحده وما رديتش معها البال انها كانت كدير لي واحد الكارثه، كارثه بمعنى الكلمه من معنى. فخديت هاد الخشوار واحد النهار، يعني انا طحنت بها المكونات ديال الحريره، القزبور، المعدنوس، الكرفس، البصله، مطيشه. يعني الناس اللي كيوجدوا الحريره غادي يعرفوا المكونات كامله ضروري من الهشوار باش كطحن. وعندها يعني جوج ديال المواس، عندها موس اللي كيكون لتحت وموس اللي عندها في الفوق، يعني جوج ديال المواس وماضيين تبارك الله كيطحنوا اي حاجه. حتى الكفته لا حطيتيها فيهم، كفته ديال السرتيل، كفته ديال اللحم، اي حاجه طحنتيها حطيتيها فيه كطحنها ما شاء الله كطحن مزيان. ولكن المشكل اللي انا ما كنتش راده مع البال انني هذاك النهار اللي طحنت فيها المقادير ديال الحريره، كانت كنشوف واحد الاضاءه في هاد الهشوار. وانا قلت ربما مجرد انه السرعه اللي كنطحن بها او الضوء اللي انا كنستعمل ربما مع الماء ربما عطى هذاك المشكل. وانا ما كنتش راده بانه الاحتكاك ديال الزاج. فاي هشوار ديال الزاج كيكون عندها هاد الجوانب اللي كيكونوا هكا بحال خارجين في الهشوار، كيكونوا خارجين في هاد الكاس كيف ما هنا كتلاحظوا معايا. فانا ما كنتش راده معاهم البال. مجرد انني كنت كنغسلها، فوضعت الاصبع ديالي في هذوك الاماكن، تجرح ليا الاصبع ديالي وبدا كينزف ليا. كنقول انا منين جا هاد الزاج، بديت كنقلب وانا نلقى بان المشكل ان هاد المواس بقوه الاحتكاك وبقوه السرعه اللي كنطحن بها كانت يحتك مع هاد الجوانب. يعني ملي كندير موس واحد ما كيوقع والو، ولكن ملي كندير جوج ديال المواس، يعني الموس اللي كيكون الثاني هو اللي كيعطي هاد المشكل. يعني ملي كطحني بها موس واحد ما كيعطيش هاد المشكل، ولكن ملي كديري جوج ديال المواس كيحتكوا مع هاد الجوانب اللي كيكونوا في الهشوار، اللي كيكونوا هكا خارجين. كنظن انكم فهمتوني. هاد المواس هادو اللي كيكونوا هاد الاماكن اللي كيكونوا هكا في الجوانب، كنوضع هذاك الموس الثاني باش كنطحن يعني كميه اكبر. ملي كدير كميه كبيره كتطحن لك ضروري خصك ديري جوج ديال المواس. ف مجرد انني كنت كنطحن كانت كتشعل هذيك الاضاءه، وانا ما كنتش كرد البال. هو راه كان لهاد الموس هذا حتى يحتك مع الجوانب وكيعطي هذيك الاضاءه وهذاك الضوء بحال الشكل ديال الضوء. انا قلت ربما غير من الماء او انني كنطحن بواحد الجهد، ولكن انه هاد المواس كانوا كيحتكوا مع هاد الجوانب وكانت كيطحن معاهم الدجاج، وانا ما كنتش راده البال. يعني صوم قاتل بمعنى الكلمة، صوم قاتل. يعني ما كنتش راده معاه البال. ردوا البال، فراه الهشوار كارثة، خصوصا هذه ديال الزاج. لأن هذيك الإضاءة فقط من الجهد باش كنطحن، أو من الضوء اللي كنستعمل باش كنطحن. وهو راه كان المشكل أن الموس اللي كيكون الفوق هو اللي كان تيحتك مع هاد الجوانب، وكان تيعطي يعني داك الاحتكاك ديالو ديك الإضاءة. وأنا ما كنتش كنرد معاه البال. والحمد لله على لطف الله بأنني بديت كنغسلها واكتشفت الامر صدفه. فاضطريت انني داك المكونات اللي طحنتها، القزبر، المعدنوس، ان داك النهار كنت موجده الحريره فرميتهم في الازبل اعزكم الله. وحيدتها من المطبخ، مبقيتش كنستعملها. واضطريت باش ناخذ وحده اخرى اللي تكون يعني اينوكس. فاينوكس كيبقى صحي وعملي احسن من الزاج، لان الزاج مع الضغط ومع الاحتكاك يعني كيعطي هذاك الزاج. يعني حنا كناكلو يعني المكونات ديال الماكله ديالنا كامله كانت فقط بهذاك الزاج، وانا ما كنتش كنرد البال. الحمد لله على لطف الله. فهنا خديت وحده اخرى من اينوكس اللي كتكون من عده قطع اللي غنشاركها معكم. كيف ما هنا كتلاحظوا معايا، فهذا الغطاء اللي كيكون يعني الفوق ديال الهاشوار،
وعندها هاد الطاحونة اليدوية، وعندها 5 ديال المواس اللي اشكال ديالهم مختلفة، يعني كيكونوا بموس واحد، وكاين اللي كيكون عندها 3 زوج ديال الامواس، وهذه ديال باش كتشد يعني الهشوار، وعندها هذه ديال البيض، وهادو هما المواس ديالها، يعني كتركبوهم. يعني اينوكس كيبقى عملي وصحي، وخديتها معاهم حتى هاد اللعيبه هادي. وهنا خديت هذا هو الموتور ديال الهشوار، يعني كيطحن مزيان. وخديت معاها 2 ديال الكيسان، خديت الكاس ديال الدجاج، ولكن ما غنستعملوش، فقط هو كيجي معاه، ما غنستعملوش بعد ما وقع لي هذاك المشكل. فيعني وليت متخوفه من الزاج، وخص تعمل اينوكس، حتى هو ردو معاه البال، يعني مقود الطحين راه حتى هو يعني كيتنجر، وما كيبقاش يعني ما كيبقاش مزيان. ففيها 2000 واط، وكتهز 3 يطرو، وكطحني بها جميع المكونات اللي بغيتي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش يستافدوا الناس اكثر، ويردوا بالهم مع هاد السم القاتل اللي حنا كنستعملوه يوميا في البيوت ديالنا، وكيبقى يعني مضر للصحه، اللي حنا ما كردوش معاه البال. الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى. هذا مثل ان الصحه مهمه بزاف. يعني حنايا كنبقاو مشغولين مع حنا في زمن ديال السرعه، كنبغيو يعني نبغيو نوجدوا شي حاجه كنبغيو نوجدوها بسرعه، وما كنردوش مع البال مع اي حاجه كتوقع لينا. فلا بد تردوا البال من هذا المشكل هذا، وتشوفوا يعني تراقبوا الهشوار ديالكم، خصوصا الا كنتو كتستعملوا ديال الزاج. ردوا البال من هذوك الجوانب اللي يكونوا يعني وقع واحد الاحتكاك بقوه السرعه اللي كطحنوا بها. الحمد لله انا ما استعملتها غير مره واحده، يعني ما استعملتهاش بزاف. نشارك معكم هذه الطريقه اللي انا كنستعملها لهذا الهشوار، الموتور ديالها باش كتبقى لي يعني مده طويله ما كتصداش وما كتخسرش، وكتبقى محتفظه بها مده طويله. فكناخذ هذا الموتور ديال الهشوار، وكناخذ بلاستيك غذائي، وكنلويه عليها بهذه الطريقه، هكا كتبقى ليا يعني ما كيوقع ليها حتى حاجه وما كتصداش لي. نتمنى تعجبكم، نتمنى الفكره تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. فهكا كتحتفظوا على الموتور ديالكم مده طويله، ما كيدخلش ليه الماء وما كيتصداش لكم، وكيبقى معكم مزيان. فشكرا على المتابعه، وشكرا لكم على متابعه الفيديو الى الاخير. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، تعليقكم محفزه، وشكرا على المتابعه، والى الملتقى في فيديو اخر.